مساء الخير جميعا. اولا انا سعيد جدا بوجودي معاكم النهارده. في ممثل ممكن يكون بداياته الفنية مش موفقة في اختيار الادوار، ويكون بيقدم ادوار سيئة في البدايات دي، والادوار دي ما تكونش حلوة. بعد كده الممثل ده يحاول ان هو يطور من نفسه ويخش في المود، ويحاول ان هو يتأقلم ويعمل الجديد. لان ادوار الانتشار دي دايما بتبين الممثل ان هو ممثل عادي ومش موهوب، هو مجرد شخص بيعرف يمثل او بيقول الكلام وخلاص. ولكن فيما بعد بقى الممثل ده بيثبت ان هو من اهم نجوم الشباك، وده ذكاء كبير جدا للممثل. النهارده هنعمل حلقه عن احمد عز، وهنتكلم فيها عن احمد عز وعن الافلام اللي قدمها احمد عز وكده، وايه الحلو منها وايه الوحش منها. كل ده هنقوله في خلال حلقه النهارده. قبل ما نبدا اعمل لنا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعل جرس التنبيهات، ويلا بينا. احمد عز في بداياته شارك في افلام مش ناجحه بنسبه كبيره، خلينا نقول بصراحه كده ونكون واضحين، افلام مش حلوه. ولكن الافلام دي خلتنا عينينا تقع على ممثل جديد اسمه احمد عز، ونكتشف ان في ممثل بيمثل اسمه احمد عز. نبدا بقى بسنه 2003، والبدايه اللي تقدم فيها احمد عز بشكل كويس للجمهور من خلال الدراما التلفزيونيه في مسلسل ملك روحي مع يسرا. المسلسل اللي بيعتبر وش السعد على احمد عز، اللي هو قدمه للناس وخلى الناس كمان تحبه في المسلسل ده. ليه؟ لان المسلسل ده قدر يحقق نجاح لما اتعرض. نروح بقى في سنه 2004 وهنلاقي ان احمد عز في السنه دي بيقدم فيلم شباب تيك اواي مع ماجد الكدواني، وبالمناسبه شارك في بطوله الفيلم ده برضو علاء مرسي وقتها. والفيلم ما كانش على قدر من المستوى خالص، وكان فعلا فيلم تيك اواي طياري كده، وطبعا الفيلم ده ما حققش اي نجاح في السينمات. تمام، نروح لنفس السنه، احمد عز بيقدم في نفس السنه دي فيلم سنه اولى نصب مع خالد سليم. الفيلم ده كان لايت كوميدي وحقق نجاح معقول في السينمات يعني. في نفس السنه برضو سنه 2004، واضح ان هي كانت سنه كويسه قوي عن احمد عز يعني، قدم فيلم حب البنات مع ليلى علوي واشرف عبد الباقي. الفيلم ده بقى كان فيلم حلو قوي، واعتقد ان كل الممثلين اللي في الفيلم ده قدموا ادوارهم بشكل حلو. ده البق بتاع كل حلقه. فيلم حب البنات ده بقى مازال عايش مع الناس لحد دلوقتي، والناس بتاخد منه كوميك على الفيسبوك وينزلوا ويسفوا على الفيلم. مش بيسفوا على الفيلم يسف ان هو وحش، بس بيسفوا على بعض المشاهد يعني اللي كانت اوفر شويه في الرومانسيه، انا بشوفها كده من وجهه نظري. بس الفيلم ككل كان فيلم حلو يعني. لو انت اتفرجت على الفيلم ده كده ما تحسش ان انت هتزهق منه. شفتي يا حبيبتي جبتلك ايه؟ ازيك يا ندى؟ ولكن في سنة 2004 دي احمد عز برضه ما قدمش عمل يقدم موهبة احمد عز لينا كجمهور ويعتمد وكده، لحد ما بيجي في سنة 2005 واحمد عز بيقدم فيلم هو بيعتبر من اهم افلامه ومن اهم افلام السينما المصريه عامه، وهو فيلم ملاكي اسكندريه. احمد عز في الفيلم ده غير تماما نفسه من ان هو بيقدم ادوار خفيفه كده وعاديه وممكن تعدي على اي مشاهد، لادوار مهمه وتقيله، ادوار هتعيش مع الجمهور لفترات زمنيه بعيده. وفيلم ملاكي اسكندريه كان فيلم متكامل من حيث القصه والاخراج. المخرجه ساندرا نشأت ليها لون خاص بيها في الاخراج كده، اللي هي تحس ان انت قاعد بتتفرج على الفيلم متوتر اصلا من حركه الكاميرا الزياده قوي والحاجات دي، فدي حاجه مميزه يعني، هي بتتميز بيها، مش حاجه وحشه. الفيلم كان متكامل فعلا وكان حلو جدا من كل حاجه. والفيلم ده هو اول فيلم بطوله لاحمد عز ينجح في شباك التذاكر جدا. في فيلم كده احمد عز عمله في النص اسمه الباحث عن الحريه، مش هنتكلم عنه لانه ما حققش نجاح خالص وما جابش ايرادات وتقريبا محدش سمع عنه. ما علينا، تعالوا بقى نروح لسنه 2006. فيلم انا بحبه جدا واعتقد ان كتير منكم بيحبوا الفيلم ده جدا، فيلم الرهينه. اللي قدمه احمد عز في سنه 2006، والاغنيه الشهيره بقى بتاعت بحبك وحشتيني طبعا كلنا عارفينها. الفيلم من الافلام اللي فيها كوميديا وفيها اكشن وفيها تراجيديا، يعني كل اللي انت عايزه هتلاقيه في فيلم الرهينه. يعني مثلا مشاهد ماجد الكدواني ومحمد شرف كانت مشاهد دمها خفيف وكوميديه جدا، مشاهد صلاح عبد الله كانت مشاهد تراجيديه ومشاهد كده فيها تمثيل، واحمد عز نفس الكلام، كان في مشاهد ليه كوميديه وبرضه مشاهد تراجيديه. والفيلم ده برضه من اخراج المخرجه ساندرا نشأت. وفيلم الرهينه بقى حقق نجاح جماهيري كبير جدا لما اتعرض، وده كان تاني تعاون بين ساندرا نشأت وبين احمد عز. ونروح لسنه 2007 واحمد عز بيقدم فيلم مهم برضه، وهو فيلم الشبح. احمد عز في الفيلم ده بيقدم اداء تمثيلي مميز جدا، وكان بيشاركوا فيه البطوله صلاح عبد الله، وكمان صلاح عبد الله في عبد الصمد بيقدم دور رائع. والفيلم ده كان نجاح ومقبول في شباك التذاكر، ولكن نجاح شباك التذاكر زي ما قلنا قبل كده هو مش مقياس على ان الفيلم ده حلو ولا وحش، لان الفيلم لما اتعرض بعد كده في التلفزيون قدر ان هو يجيب رد فعل مع الناس كويس.
فيلم الشبح هو كان فيلم حلو، بس تحسه كده ان هو مش بقوة فيلم ملاك اسكندرية وقوة فيلم الرهيب. بعد الفيلم ده بقى نروح لسنة 2008. احمد عز في السنة دي بيتعاون مع استاذ التمثيل نور الشريف والمخرجة ساندرا نشأت في فيلم مسجون ترانزيت، الفيلم اللي بيعتبر عظمة فنية. الفيلم ده بقى كان كويس جدا من كل حاجة فيه، كل جوانب الفيلم كده تعتبر مكتملة، وكمان صلاح عبد الله في الفيلم ده قدم دور حلو قوي، ونور الشريف طبعا قدم دور رائع في الفيلم ده، والفيلم ده نجح جدا في شباك التذاكر. نروح بقى لسنة 2009 واحمد عز بيقدم فيلم بدل فائد مع منة شلبي، والفيلم كان فيلم حلو، واحمد عز قدر ان هو يقدم شخصيتين في الفيلم ده، ومنة شلبي برضو دورها كان مميز في الفيلم ده، ومحمد لطفي برضو كان دوره مميز في الفيلم ده. في سنة 2011 احمد عز بيبعد شوية عن الافلام الاكشن عشان يقدم فيلم رومانسي كوميدي خفيف كده، وهو فيلم 365 يوم سعادة. الفيلم ده كان خفيف، واحمد عز غير من جلده في الفيلم دوت وقدم حاجة جديدة وغريبة عليه، ولكن الفيلم ما قدرش ان هو يحقق نجاح في السينما. 2012 احمد عز بيقدم فيلم حلم عزيز مع شريف منير. الفيلم كفكرة هو حلو، ولكن كان ممكن الفيلم ده يتقدم بشكل افضل من كده، عشان كده الفيلم ده ما قدرش ان هو يحقق النجاح المطلوب في السينمات. واعتقد ان الفيلم برضو بعد ما نزل الناس ما حدش اتفرج عليه كتير. بس في نفس السنة بقى احمد عز بيسند بفيلم المصلحة مع احمد السقا، وبيقدم احمد عز في الفيلم ده دور سالم المسلمي، وهو بيعتبر دور من افضل ادوار احمد عز اللي قدمها في مسيرته الفنية. احمد عز قدم الدور ده بمنتهى التميز وكان جيد جدا، وبالتأكيد الفيلم نجح في السينمات لان نجمين كبار جدا في الفيلم ده مشاركين فيه، يعني اكيد الفيلم هيحقق نجاح في السينمات. مش فاهم، يعني حاجة بديهية. يعني في سنة 2013 أحمد عز بيقدم دور مهم جدا في فيلم الحفلة، ولكن جنبه محمد رجب برضو قدم الدور بتاعه بكل تميز وقدمه بشكل حلو جدا. الفيلم كان نجاحه متوسط في السينمات، ولكن الفيلم كان كويس جدا. في سنة 2015 بقى احمد عز بيقدم فيلم ولاد رزق. الفيلم حقق نجاح كبير جدا في السينمات، والفيلم عمل بوم وقتها في السينمات، يعني فرقة. وهنا احمد عز بنشوفه بيغير جلده مرة تانية وبيقدم دور شعبي، وقدمه بشكل حلو قوي برضه. في سنة 2017 بقى احمد عز بيقدم فيلم الخلية، الفيلم اللي ساعتها كان هو الفيلم الاول في ايرادات عيد الاضحى، وهو كان فيلم كويس. نروح بقى لسنة 2019. احمد عز في السنة دي بيقدم فيلمين. في عيد الفطر بيقدم فيلم الممر، والفيلم بيقدر ان هو يحقق نجاح كبير جدا في السينمات. في عيد الأضحى بقى بيقدم الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق، وكان من أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية. بس أنا شايف إن الفيلم ده هو تكرار لقصة الجزء الأول من الفيلم، ومش بس كده، الجزء الأول كان أفضل كمان منه. في 2021 بقى أحمد عز بيقدم فيلم العارف، والفيلم كان كويس وحقق إيرادات عالية في السينما برضه. في سنة 2022 بقى أحمد عز بيقدم فيلم الجريمة مع منة شلبي وماجد الكدواني، الفيلم اللي كان أداء أحمد عز فيه عالي جدا. ليه؟ لأن أحمد عز باختصار كان بيتعاون مع شريف عرفة في الفيلم ده. أحمد عز في الفيلم ده كان أداؤه عالي جدا هو ومنة شلبي وماجد الكدواني. وفي نفس السنة أحمد عز بيقدم فيلم كيرة والجن، الفيلم اللي قدر إن هو يحقق نجاح جماهيري كبير جدا، وحقق الفيلم ده أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية. وأحمد عز وكريم عبد العزيز كان دورهم مميز جدا في الفيلم ده، وكان واضح المجهود اللي هم عاملينه عشان يطلعوا الأدوار دي بالشكل ده. وهنا بقى لو نلاحظ حاجة، إن أحمد عز في بداياته كانت افلامه كلها ما كانتش عالية، وكانت افلام عادية جدا ومش حلوة، ولكن من ذكاء احمد عز ان هو قدر يطور نفسه ويشتغل على نفسه ويغير دايما من نوعية الافلام اللي هو بيقدمها، وده شفناه في افلام كتير لاحمد عز. ولكن هنا بقى في سؤال مهم، ايه هو اكتر فيلم انت شايفه احمد عز قدم فيه اداء تمثيلي عالي جدا يقدر يظهر موهبته؟ اكتب لنا تحت في الكومنتات. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. لو عجبتك الحلقة اعمل لنا لايك للفيديو، ولو ما عجبتكش اعمل لنا لايك برضو عشان بنتعب في الحلقة فعلا، واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات. ودلوقتي سلام.